حياكم الله. اليوم جيناكم فيديو شرح جديد حل مشكلة إرسال الرسائل على التيك توك لمن يعاني إنه إرسال الرسائل ما بتطلع عنده. جيناكم بطريقة الشرح، فيديو شرح مفصل. أخواني بندخل على صفحتنا على التيك توك، بعدين بندخل على 3 شخطات يلي فوق، ندخل على الإعدادات والخصوصية، ومن بعدها بنروح على الإبلاغ عن مشكلة، بنفوت على الإبلاغ عن المشكلة وبننزل على رسائل مباشرة. رسالة مباشرة، هون عنا المواضيع. إرسال الرسائل غير متاح، اللي عنده مثلا ما عم تطلع إرسال الرسائل غير متاح بعد الآن. تعذر إرسال الرسائل المباشرة، تعذر استقبال الرسائل المباشرة، الإبلاغ عن الرسائل المباشرة غير مناسبة آخر. نحن بنختار أول خيار لمن لا تظهر عنده إرسال الرسائل على التيك توك. بنفوت على أول خيار، كاتب لك هون كجزء من التزامنا بتحسين الأمان على تيك توك فإننا نضع قيودا جديدة على من يمكنه استخدام الرسائل المباشرة. لن يتمكن سوى المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر، يعني فوق سن 18، من إرسال واستقبال الرسائل المباشرة. لن يتمكن المستخدمون الذين لا يستوفون متطلبات العمر من الوصول إلى الرسائل المباشرة. يعني إخواني يلي سنه كاتب التاريخ المواليد على التيك توك بالجيميل السن تحت 18 ما بتظهر عنده إرسال الرسائل. لازم يكون المواليد والتاريخ اللي مسجل عليه انت في التيك توك فوق سن 18. مشان هيك ما عم تظهر. نحن سننا فوق 18 وما ظهرت عنا الرسالة، شو بنساوي؟ نعطيه هل تم حل مشكلتك؟ نعطيه لا. وبعدها هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟ نعطيه نعم. اخواني بنبعث لهم، طبعا بتكونوا انتم مصورين الاعدادات انه ما عم تظهر عندكم ارسال الرسائل. بتحطوا الصورة هون اخواتي وبتكتبوا لهم رسالة: مرحبا تيك توك، انا لا تظهر عندي ارسال الرسائل، ارجو مساعدتي. مثل ما بكتب لكم الرسالة اخواني بتكتبوا مثلها، وشكرا جزيلا، وبتبعتوها اخواني، بتعطوها ارسال وبتستنوا عاد لتجيكم رسالة من التيك توك، وإن شاء الله بتزبط عنكم وبتطلع عنكم ميزة إرسال الرسائل. ولا تنسوا تتأكدوا من العمر. بتفوت على الحساب تتأكد من تاريخ المواليد، شو حاطط المواليد، فينك تغيرها وفينك تغير العمر، فينك تحط فوق 18. وبعدين إذا ما انحلت مشكلتك بتسوي هاي الطريقة الثانية اللي سويتها قدامكم، تكتب له الرسالة للتيك توك، وطبعا بتحط صورة هون، وتضيف صورة للشاشة انه ما عندك ميزة ارسال الرسائل. لا تنسوني يا اخواني من الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك. الله يسعدكم، وان شاء الله بننزلكم كل شيء جديد. حياكم الله.